ضيفتنا في هذا الصباح هي الفنانة المحبوبة ليلى بورصالي اللي راح تكلمنا اليوم على الحفل الفني اللي راح يكون يوم 16 ديسمبر إن شاء الله. صباح الخير. صباح النور، ألف شكر على الاستضافة وسعيدة جدا بوجودي معك انت اليوم. مرحبا بك معنا. أكيد سيدة ليلى بورصالي هي ابنة التلفزيون الجزائري، ما لازمش نرحبوا بها دار. اليوم راح نتكلموا شوية على الكونسير اللي راح يكون من تنظيم مؤسسة فنون وثقافة لولاية الجزائر. إن شاء الله راح يكون يوم الجمعة على الساعة 6 مساء. رايحين نقدموا حفل اللي كنا قدمناه في الماضي اللي هو كان يا مكان في غرناطة. هذا الحفل نال يعني إعجاب الجمهور وهذه بعض السنوات، وقدمناه في مونريال. يعني رحت أنا في شاركت في مهرجان مونريال للعالم العربي وقدمت هذا العرض، والناس الجزائر العاصمة قالوا لي كيفاش غاروا حتى احنا ماذا بينا نعاودوا نشوفوا هذا العرض. كي كانت كي برمج مؤسسات فنون وثقافه برمجوا هذا الحفل، قلت هي فرصه باش نعاودوا نقدموا هذا الحفل كان يا مكان في غرناطة اللي هو يعني معروف انه حكايات وغناء. فوالا هذا الكونسيبت تاع حكايات وغناء شفناك درتيه بليزيور فوا. ريسامون شفنا حكاو لي على القصبه اللي كان في لاتيانا، وين كان لو ميم كونسيبت، وين شفنا حكايات، شفنا التراث الجزائري من خلال يعني التراث تاعنا، وشفنا ثاني الموسيقى الاندلسيه الاصيله اللي عودتنا بها فنانتنا ليلى بورصالي. واش حتقولي لنا كاين في البروغرام تاع الاغاني تاع هذا الحفل؟ اول شيء قبل ما نعطيك البرنامج تاع الاغاني لازم نتكلم على يعني كانت نقطة الانطلاق لكل هذه الحفلات. قدمت عدة حفلات من بعد كان يا مكان في غرناطة، سيت لمسان ميتي كونتي، ولا صوفيا 1 وصوفيا 2 وروضة العشاق، ولا حكاو لي على القصبة. يعني كانت في حفلات كثيرة اللي جات من بعد كان يا مكان في غرناطة. فعلا من قبل ما كناش نقدموا يعني الموسيقى الأندلسية بهذه الكيفية. كان يجي المغني يغني نوبة حوزي والمديح، وهذا هو يعني كل المغنيين كانوا يقدموا الحفلات ديالهم بهذه الكيفيه. وانا يعني حبيت يكون فيه ان سينوغرافي يعني كيفيه اخرى باش نقدموا الموسيقى الاندلسيه. اذا فيه طبعا غرناطه، نتكلموا على سقوط غرناطه، فيه اسافي على ما مضى، يعني هذا القطعه اللي معروفه في الموسيقى الاندلسيه. كي نتكلموا على سقوط غرناطه نغنيوا يا اسافي، وفيه بعض ايضا الحكايات خياليه اللي صرات في قصر الحمراء، واللي دائما يعني ناخذوا بعض الاغاني اللي نوجدوها في الموسيقى الاندلسيه واللي تدخل في سياق الحكايه، يعني باش حتى الجمهور يكون يعيش الاغنيه ويعيش ايضا الشعر بكيفيه اخرى، وتكون فيه حتى الانتربريتاسيون تاع الشعر، وربما حتى الفهم الشعر يكون بكيفيه اخرى. سورتو كي نسمعوا لا شانسون اندلس هكذايا هي عندها المعاني لكل شيء رانا نقولوه في هذيك الاغنيه، ولكن اكيد لما نسمعوا مغني اللي عنده صوت جميل راح نركزوا في الموسيقى، نركزوا في صوته، ما نركزوش بزاف في الكلمات. ولكن لما نشوفوا عرض متكامل وين نحكيو الحكايه كيفاش جات لا شانسون هذيك، بالك الحقبه تاعها، سي بلوس انتريسون باش نعرفوا واش راهو يغني واش راهو يقول هذاك المغني. هذه الظاهره نعيشوها بزاف في الموسيقى الاندلسيه. الموسيقى طغات على الشعر وطغات على فهم الشعر، وربما حتى المستمع ما يردش البال لفهم الشعر، يعني يركز اكثر على الموسيقى وعلى الايقاع خاصه. يعني شفتوا لي زاجرين يحبوا الايقاع ولكن لازم نردوا يعني الشعر مهم جدا في الموسيقى الاندلسيه. يعني 80% من الاشياء اللي نغنيوها في الموسيقى الاندلسيه هي الشعر. فيه بعض التواشي اللي ما فيهاش الشعر، ولكن 80% الاشياء اللي نغنيوها هي شعر. لازم نفهموا ايضا الشعر، والشعر فيه عده يعني بليزيور فاسون باش نفهموه. كاين الشعر ناخذوا مثلا الشعر الصوفي، يعني لازم يكون الانسان معمق في الصوفي باش يفهم الشعر. هنا في كان يا مكان في غرناطة بعض الاحيان الشعر ما نكتبش لهذيك الحكايه، ولكن احنا استغليناه وحبينا ناخذوه ونحطوه في سياق الحكايه. ولكن لازم نذكر ان هذا الشعر ما نكتبش لهذه الحكايه، يعني احنا ركبنا الحكايه مع الشعر. اكيد لما تشوفوا معاني الكلمات اللي تكون في الاغنيه راح تناسب لو كونسيبت هذاك اللي اخترتوه. دونك نتوما ديروا توليفه من الاغاني اللي باش يكون عرض متكامل، فوالا وين يكون سينوغرافيا ثانيه. وهذه قوه الشعر الاندلسي، يعني ما فيش فهم واحد، ماشي غير تفهم غير بكيفيه واحده.
تقدر انت اذا تكون حزين تفهم هذاك الشعر بكيفيه حزينه، ولا تكون يعني فرحان تقدر تاخذه يعني من جهه الفرح. فوالا سورتو كو هاد الحفله ديجا قلت لنا انك اقمتيها خارج الوطن ديجا، دونك كانوا المستمعين تاعك اجانب اللي لوجيكمون ما يهضروش اللغه العربيه، مي لما يسمعوا الاغاني دونك هما ركزوا اكثر في الايقاع والموسيقى ماشي فقط لي زانجيريان. لو كان تحكي لنا كيفاش كان تجاوب الجمهور اللي من خارج الوطن مع هذا الحفل؟ بالعكس، لان يعني الحكايات نحكيها باللغه الفرنسيه، اذا الجمهور يعني الاجانب يفهموا اكثر، وحتى الجزائريين بعض الجزائريين يفهموا ربما اللغه الفرنسيه. مانيش نتكلم على اللغه العربيه اللي نتكلموها اليوم، انا نتكلم على اللغه العربيه اللي تاع الشعر. ربما بعض الجزائريين ما يفهموش هذاك الشعر وهذيك الكلمات، يعني حتى حنا بعض الاحيان ما نفهموش معنى الكلمه بدقه. اذا كي نتكلم باللغه الفرنسيه ونحكي باللغه الفرنسيه نعطي يعني يكون تكامل ما بين الفهم باللغه الفرنسيه والفهم باللغه العربيه، وحتى الاجانب يعني يفهموا اكثر الشعر ويفهموا اكثر معنى، يعني ربما حتى معنى عام ماشي ما يقدروش يفهموا كلمه بكلمه، ولكن كي الواحد يفهم المعنى العام يقدر يحس بالاغنيه ويقدر يحس حتى بالنوطه يعني باحساس اخر. فوالا، والفنانتنا ليلى بورصالي عودتنا انها لما يكون عندها حفل موسيقي دائما راح يرافقها اللباس التقليدي الجزائري وديكور المسرح اللي يكون ايضا متوالم يعني مع المناسبه ولا مع لو كونسيبت تاع الحفل هدايا. الوغ الحفل هذا راح يكون الكونسيبت تاعو كما قالت لنا غرناطه او سقوط غرناطه، راح يكون يوم الجمعه 16 ديسمبر بقاعه ابن خلدون. دونك قاعه ابن خلدون مختلفه شويه على قاعه الاوبرا ولا قاعه المسرح. لو كان تحكي لنا شويه كيفاش كانوا لي بريباراسيون تاع الزي التقليدي تاع لا ديكوراسيون تاع المسرح. الزي التقليدي دائما يعني أنا على بالكم باللي نتعامل مع مصممين جزائريين، وهذا المره تكون المصممه فايزه عن تريبوزار هي اللي رايحه تلبس لي. هاد الحفلات الاخيره دائما كانت فايزه هي اللي كانت تلبس لي. دائما لازم يكون الزي يتماشى مع الموضوع اللي نحكيو عليه. اذا الزي التقليدي يعني احنا نشوفوا باللي نتكلموا على غرناطه لازم يكون فيه الزي التقليدي، وحتى الموسيقيين يكونوا لابسين الزي التقليدي ايضا. اما بما يخص لا سينوغرافي هذه المره في قاعه ابن خلدون راح يكون الا كومون دير ديجيتال، يعني الديجيتال فوالا. راح يكون فيه دي زيماج نتاع غرناطه، راح يكون يعني باش حتى المستمع ولا اللي يكون حاضر يشوف غرناطه بلي زيماج، يشوف يعني يعيش اكثر انكور يعني غرناطه ويكون في غرناطه. يعني واكيد راح ترافقك الفرقه الموسيقيه تاعك اللي توجور ثاني يلبسوا لي توني تراديسيونيل تاعهم باش يكون يعني كله متكامل وعرض متكامل. كاين دي سوربريز نقدروا نستناوهم في هذا العرض؟ ما فيش دي سوربريز يعني نقول راح نجيب واحد ولا لا راح يكون غير انا على المنصه. ولا لي سوربريز حبيت يعني نعاود نخلق هذاك لو سونتيمون اللي عشناه من قبل. يعني راكم عارفين بلي كان مكان في غرناطه نالت اعجاب كبير للجمهور، ولعبنا هذا العرض عده مرات في الجزائر العاصمه. كاين بزاف الناس اللي راهم يستناو فيه، يعني لا سوربريز والمفاجاه هي غرناطه، هي اللي راح تكون المفاجاه. وحبيت نقول باللي حتى الجوق فيه موسيقيين اخرين راهم يعني يرافقوني هذه المره، والجوق هو تحت قياده السيده ليلى الكبير كالعاده لازم. فوالا، والسيده ليلى الكبير ثاني ايضا اللي نحيوها بالمناسبه ترافقك دائما لما تكوني في تصوير حصه جاركه اللي تكون دائما على التلفزيون الجزائري اللي تستضيفي فيها دائما يعني اعمده وشيوخ الاغنيه الاندلسيه وحتى الاغنيه التقليديه ماشي غير الاعمده، يعني حتى المواهب جديده ثاني بيان سور. نقدروا نستناو في الاعداد القادمه حاجه جديده تبدل في الكونسيبت؟ هذه راح تكون مفاجاه نقدر نتكلم عليها، ولكن راح يكون الموسم الثالث باشياء مختلفه، ديكور مختلف، حتى لو كونسيبت راح يكون مختلف. يعني جاركه راح تتطور. نشكر لو رياليزاتور نتاعنا سمير ايت عماره اللي يخلينا اننا نبدعوا في هذا المجال.
وكل الفرقه، يعني كل الناس، الفرقه التقنيه وكل الناس اللي رجال الخفاء لهذا هذا البرنامج اللي احنا عزيز علينا بزاف، نحبوه بزاف، لانه يعني نخلق في واحد الوقت كان لو كونفينمون وكان الكوفيد، وخدمنا في يعني بالقلب، ونشكر كل الناس اللي ساهموا في نجاح هذا البرنامج. ان شاء الله احنا رانا نستناو بكل حماس الاعداد الجديده من هذا البرنامج اللي اكيد يطلع عليكم عبر قنوات التلفزيون الجزائري. السيده ليلى بورسالي اليوم تكلمت لنا على الكونسير تاعها، واش تقدري تقولي ككلمه لجمهورك اللي راه حاب يجي يشوفك سوغ سين ويشوف هذا الحفل اللي منتظر بقوه وكنا نتسناوه كامل وقتاش يديروه في الجزائر؟ اول شيء حبيت نشكرهم على المسانده والتشجيع، لان بفضلهم يعني مازلنا اليوم احنا رحنا هنا، ونقول لهم باللي هذه المره الاخيره رايحه نقدم كان يا مكان في غرناطه، لازم يكونوا حاضرين للناس اللي حبوا يعاودوا يشوفوا هذا البرنامج. ان شاء الله نعاودوا نقدموه بكيفيه اخرى في المستقبل، ولكن هذه المره الاخيره اللي رايحين نقدموه في الجزائر العاصمه، اذا لازم يكونوا في الموعد، ما يعاودوش يقولوا لي وين راه كان يا مكان في غرناطه. على شكرا لك سيده ليلى بورسالي، كنت حاضره معنا اليوم في فقره ضيف الصباح. الحفل راح يكون يوم 16 ديسمبر، نذكركم على الساعه 6 بقاعه ابن خلدون اللي جاء من تنظيم مؤسسه فنون وثقافه للجزائر العاصمه. كلمه اخيره. شكرا لكم ويعطيكم الصحه وبون كوراج. ميرسي بوكو. شكرا.